يا مرحبا في حلال المجدها يسمع وينشاف، تتناقله الرواه وينشاف كرمها وينشاف فعلها على أرض الميدان. حلت نباته هلا طلعت من ماضى الليالي. حلت نباته هلا طلعت من ماضي الليالي. هنا ما قال هذيل، هنا ما قال هذيل وما ذكر حلة هذيل، قال يا أخي شعراء هذيل جميلين بالأمانة، راح تسمعون رد عبيد الله القارحي، معروفين من طول الليالي، ونعم أبناء عمومتنا أنعم وأكرم، ولكن الطواريق اللي بين الهذلان ترى يجيبها مشابط حرار. أعجبني دخول راكان النباتي باللحن وبالترحيب الذكية. يا صحابنا الحكمة اللي من وراها بيت عراف. يا أصحابنا الحكمة اللي من وراها بيت عراف. الشعر يا إخوان حكمة، اللي من وراها بيت عراف خطير جدا التركيب. أنا عجبني واضح للناس، ولكن كتركيب الحكمة اللي من وراها بيت عراف. بعض الأحيان الحكمة تجيك من المجنون، لكن هنا الحكمة يقول تجيك من، لكن الرجل يقول الحكمة اللي من وراها بيت عراف. اسمع تلوح مثل البروق اللي تلوح في الخيال. تلوح مثل البروق اللي تلوح في الخيال، تكون ملفتة لانتباه الناس. البروق خير والخيال خير، الحكمة هذه تكون خير يستفيد منها الناس. التركيب أعجبني والفكرة جديدة بالأمانة أعجبتني. دام البقاء والفخر يفخر بكم في كل مقام. دام البقاء والفخر يفخر بكم في كل مقاف. وعبيد الله القارحي، وما أدراك مع عبيد الله القارحي، من قبل عصر الزناتية وابو زيد الهلالي. من قبل عصر الزناتية وابو زيد الهلالي. ما هو جديد الفخر عليكم. ترحيبة راكان جميلة، وعبيد الله التسليم يعني ورد الترحيب هذا كان انتم يعني ما هو شيء جديد الفخر عليكم. لكن اسمع البيت الثاني، افهموا الشعر يا اخوان ودهاليز الشعر. وانت يا راكان نامي قافي يكفيكم عن القاف. وانتم يا راكان ميقافي يكفيكم عن القاف. لله درك يا ابو غيث، ميقافي انا ميقافي معك في القاف يكفيك عن القاف. وجودك معاي ولعبك مع عبيد الله القارعي يكفيك. اسمعوا الشطر ذا. واللي تمده يميني ما تعلم به شمالي. يا اخوان هنا بالامانه يعني البيت جميل جدا، واللي تمده يمين ما تعلم به شمالي. تعرفون في قبائلنا يا اخوان في العطاوي عند عتيبه وعند سليم، في الخالدي عند هذيل وخالدي في الشرقيه، في نباتي في هذيل وفي نباتي في الجنوب. يقول واللي تمده يميني ما تعلم به شمالي، يعني الرجل يلمح ان في نباتي هنا وفي نباتي هنا، لان هناك رحب بالنباتي. عبيد الله استغل الموضوع ودخل من هذه الثغره لانعاش الطاروق. خطير ابو غيث، وهذا مشابط حرار بين شعراء هذيل. اسمعوا عز الله ان المعاني جال هذا الليل محراف. ما انكر الرجال عبيد الله، ومن يحترم الرجال الشعراء الكبار تراه شاعر. وانا عجبني راكان واحترامه للشعراء ذيل الكبار وهو شاعر، وانا متنبئ للرجل هذا وانا اتمنى استمراره بالامانه. محراف يكفي عن اللي فاتني واللي بقالي. محراف يكفي عن اللي فاتني واللي بقالي. اسمك كبير يا عبيد الله.
والمحراف معك كبير، يكفي عن اللي فاتني من العمر اني ما لعبت ولا دخلت الميدان. واللي بقالي انت رجل دعم معنوي، اللي يلعب معك ياخذ شو، ياخذ دعم معنوي. وهنا اعتراف بقوة عبيد الله القارحي واحترام دائما الشاعر المقابل، خصوصا اذا كان شاعر كبير يفرض احترامك واسمك في الساحة الشعرية. اعجبني تعامل راكان، شاعر ذكي. ولاحظوا يا اخوان فرق التعامل بين راكان وبين بعض الشعراء اللي يجيك هجومي مع الشعراء الكبار وينزل معهم للشو، هذا ما يصلح. لكن راكان هذه الثقة وهذه الشاعرية الحقيقية. اللي حسب خطوته له جرة في راس مشراف. اللي حسب خطوته له جرة في راس مشراف. اللي حسب خطوته له جرة في راس مشراف. أنت إذا كنت رجل وحسبت كلمتك وحسبت ما تقول من معاني وحسبت، ترى راح نوصل القمة ونوصل المشراف. أعجبني راكان النباتي في التركيب يا إخوان. لاحظوا هذا الآن هذا في نصف الطاروق يا إخوان، لاحظوا الكلام. ما ضاعت الخطوة اللي تتبع النجم الشمالي. ما ضاعت الخطوة اللي تتبع النجم الشمالي. النجم الشمالي ثابت ووجهه للملاحين ووجهه للناس. فيقول أنت لا تقول النباتي عندنا هي هذيل والنباتي في الجنوب، لا ما تضيع. النباتي أنت اللي عندك النباتي الهذلي الأصل. هنا يتكلم راكان بكل ثقة. ما ضاعت الخطوة. النجم الشمالي حنا هنا ثابتين، حنا عندكم يا هذيل، احنا النباتي الهذلي. ما ضاعت الخطوة اللي يم النجم الشمالي. خطير راكان وتثبيت هنا. نعم في نبات هنا وفي نبات هنا، في خالدي هنا وفي خالدي هنا، لكن ما ضاع اللي يم النجم الشمالي اللي يقتدون به الملاحين ويقتدون به الخبراء ويقتدون بالناس، وثابت لا يتحرك. فاستخدام والتركيب هنا من راكان النباتي جميل جدا بالامانه، وعجبني ونقض لبيت عبيد الله قاعد. اسمعوا الشعر الحقيقي، والله شعر يا اخوان. ما حد بمانعك يا راكان ما تسعى وتطاف. ما حد بمانعك يا راكان لا تسعى وتطاف. انت وينك من زمان؟ وينك عن الساحه الشعريه؟ اسعى واتعب فيها وطاف وروح وتعال. انت شاعر. عبيد الله ترى يعرفه. انا ما شفت الا ذيك الليله بالامانه الرجل، لكن شاعر حقيقي. يقول انت شو اللي مانعك تسعى وتطاف؟ الشعر موجود، ليش ما تروح تسعى وتلعب؟ ما دامت انك تميز في الحرام وفي الحلال. ما دام انك تميز في الحرام وفي الحلال. الله اكبر يا ابو غير. ما دام انك تعرف المعاني واساليب المحاور وتعرف حدوده وتعرف اساليبه ومن هذيل الشعر. انت الان عندك كل شيء مكتمل، لماذا لا تسعى ولا تطاف؟ لماذا لا تاخذ حقك مع الناس في الساحه الشعريه؟ هنا شهاده عبيد الله الراكان ترى ما هي شهاده يا اخوان تعنتي، لا شاعر الرجل، لكن يقول انت ما تسعى ولا تطاف يا راكان، انت ما تتعب على نفسك، ما تروح ما تجي. انا اعرف ان المطوع لو نوال شيء ما خاف. انا اعرف ان المطوع لا نوال شيء ما خاف. الله اكبر عليك ابو غيث. ويعرف راكان رجال صليبه في راسه. انا اعرف لا نوال شيء ما خاف. وكلمه مطوع دائما يا اخوان اهل الدين اذا اقدموا في شيء فيه صلاه استخاره وفيها ولكن ما يخافون. فكان خطير جدا. اسمع عبيد الله. واخاف نفقدك وانت عندنا بالحيل غالي. وخاف نفقدك وانت عندنا بالحيل غالي. احنا ما نبغى نفقدك في الساحه الشعريه. احنا يعني عبيد الله هنا يقول انت بسبب انك عدم تتحرك في الساحه الشعريه ولا تروح ولا تجي، احنا ما نبغى نفقدك ولا نبغى مثلك يغيب عن المحاورات. احنا نبغى شعراء ذيل الحقيقيين، لكن انتم ما تظهرون. اسمع نقاش اهل الموروث الحقيقي.
اليوم بسقيك من عد الراها 20 مغرى. اليوم بسقيك من عد الرها 20 مغراف. أبعطيك المعاني وبعطيك الشيء اللي يرضيك في المحاور. يا راجل ترى الكلام هذا في نص الطاروق، وراكان يعني ما هو أول مرة هو يخرج على، لكن يعني كشو إعلامي. اليوم بسقيك من عد الرها 20 مغراف. الرجل واثق في نفسه. بعطيك المعاني وبعطيك الشعر الحقيقي في شعر المحاور. كلام يا شاعر اللي موارده على العدة الزلالي. يا الشاعر اللي موارد على العدة الزلالي. أنت عبيد الله شاعر ما تورد إلا على الشيء الطيب، ولا تورد إلا على الشعر الطيب، ولا تجامل في مدحي. أنا أعرف أنك ما تجامل، فلذلك أعطى عبيد الله القارحي حقه. فأنا أبشر أبعطيك وبوريك على العدة الرهاوي ب20 مغراف. يعني أنا بعطيك المعاني، بكيفك الليلة شعر. أعجبتني ثقة راكان بالأمانة. اسمع يا القارحي من ضمن له في حياته 100 أشراف. أولا يقول له أنت ما تخاف. يا القارحي من ضمن له في حياته 100 أشراف. يا إما نعيش بعز أو نموت بشرف. أنا ما أخاف من الطوارق هذه ولا أخاف. أنا لو ضمن إني 100 أشراف، أنا لو قدامك هنا أعرف إني بموت. يعني لو تغلبني في الطاروق تكون الغليبة أمام شاعر مثلك. هذا 100 أشراف. ولكن هنا في تركيب بيت خطير بالأمانة. الرجل يا إخوان ما زال تركيب الآن. إحنا في نص الطاروق. أنا معجبني التركيب. ما خاف الأول من يترقبه من كل جالي. ما خاف لو المنية ترقب من كل جالي. أنا ما ذكرت، ما طبيت الميدان إلا أنا قدها. أنا ما جيت الميدان إلا أنا قدها. ما أنا خايف من الموت، ولا أنا خايف من الغريبة في الطواريق. أنا ما جيت لكم إلا شاعر. والله لو المنية ترقبني من كل جالي. أنا رجال طاب الميدان طابه. عجبني، أنا معجبني سلاسة الحديث بينهم بدون والله يا إخوان شعر حقيقي ورمزية حقيقية. وشلون تغرف لغيرك وانت يحتاج الكغرف. وشلون تغرف لغيرك وانت تحتاج لك غراف؟ انتبه له عبيد الله القارع. كيف انت اللي تعطيني المعاني وترويني المعاني وانت تحتاج لك غراف؟ انت باقي في البدايات. انت تحتاج من يلقنك المعاني. خطير عبيد الله القارع، ما مشت هنا. وشلون تغرف لغيرك وانت يحتاج الكغرف. الله اكبر. نصيحة اللي يعزك لا تحسب المر حالي. نصيحة اللي يعزك لا تحسب المر حالي. أنت لا في بيت أنا أعطيتك لا تحسب أن المر حالي. أنا أعطيك أبيات الآن سنف الطاروق وأنت تحسبها مدح. عبيد الله خطير يلمح له على أبيات سابقة. نصيحة، ترى شعر المحاورة خطير وأساليب المحاورة وإيحاءاته. المدح بصيغة الذم هذا أخطر ما في بالأمانة شعر المحاورة. صبرك يا قرقاء حانا حتى نقنع كل الأطراف. صبرك يا قرقاح أنا حتى نقنع كل الأطراف. قرقاح ذيل الشكل والهيئة والشعر حقيقي زي أبو محمد فلاح القرقاح. حتى نقنع كل الأطراف نقول هذا شاعر. صبرك، احنا اليوم نختبرك في الميدان. صبرك يا قرقاح أنا حتى نقنع كل الأطراف. الناس تسمعك، ملك المنبر موجود، النقاد موجودين، خلهم يسمعونك. نبغى نقنع الأطراف فيك. صبرك يا قرقاء حتى نقنع كل الأطراف. الله أكبر يا أبو غيث، شعار ونقاد. ما هو بكيفك توادعني وتتركني لحالي. ما هو بكيفك توادعني وتتركني لحالي. ما راح ينتهي الطاروق هذا
أو تنهي أنت إلين أنا أشوف وأقدم الاختبار أمام النقاد والشعار وكل اللي حاضرين. ما هو بكيفك توادعني اللي تنهي يعني تنهي الطاروق وتقول لا لا لا، أنا هنا جاي فحص شعر وفحص أخلاق. خطير عبيد الله القارحي. اليوم أنا مثل عبد الله وأبا مطلق وصياف. اليوم أنا مثل عبد الله وأبا مطلق وصياف. عبد الله المسعودي وأبا مطلق وصياف موجود، وهذه رمزية كبيرة. حامد موجود وعبيد الله موجود. أنا أبا مطلق وصياف، أنا بالشعراء الكبار بلعب. أنتم موجودين. أول عبيد الله يقول إحنا لازم نختبرك، قال أنا اليوم مثل عبد الله وأبا مطلق وصياف. أبا التحدي. شوف رمز الاثنين من رموز هذيل برموز شعر، مطلق وصياف. فهنا اعتراف بشاعرية حامد القوية وعبيد الله، ما يحتاج يعني شعراء كبار. فيقول أنا مثل عبد الله. أنتم تعرفون عبد الله قوي جدا في الشعر. هنا حط نفسه هو يعني هرم الساحة عبد الله المسعودي وأبا مطلق وصياف، لأن الطريقة النخبوية اللي كانت بين عبد الله ومطلق وعبد الله وصياف كانوا الليلة يبا ملعبة، يبا مشابط حرار راكان. يا سلام. اليوم أنا مثل عبد الله وأبا مطلق وصياف. الله أكبر. عبد الله اللي يسوق الملعب سوق الجمال. عبد الله اللي يسوق الملعب سوق الجمالي. يا اخوان راكان من اول الطاروق لاخره. في ناس يقولوا لي مثلا شاعر جديد يبيت، احنا تسلسلنا في الطاروق والرد على معاني عبيد الله القارحي. انا اعتقد راكان نجح في هذا الطاروق وابهر النقاد والشعراء. عبد الله اللي يسوق الملعب مثل سوق الجمالي، كلام كبير فعلا. عبد الله المسعودي من ذيك الايام الى الان صيت عبد الله عايش وهو اللي يسوق الملعب ليومك هذا، اسم عبد الله المسعودي. انا اقول بيض الله وجه راكان النباتي الهذلي وعبيد الله القارحي على هذا الطاروق. والله اننا ارتوينا شعرا يحذيل. وانا اتمنى من شعراء ذيل يكثرون من ملاعبهم مع بعضهم البعض. والله نسمع شعر حقيقي ونسمع مشابط حرار حقيقي. كنتم في الطاروق الاقوى لهذا الاسبوع، راكان النباتي وعبيد الله القارحي، ودمتم سالمين. والله يا اخوان طاروق يعني على اعلى مستوى. نعم.